في جيل مش مجرد جيل كورة، ده جيل خلى ملايين المصريين يعيشوا لحظات ما بتتنسيش. جيل قاتل ضحى وخلى كلمة مصر تتكتب بحروف من ذهب في قارة أفريقيا. بس السؤال اللي عمرنا ما سألناه بجد، لو الزمن رجع وكل نجم من الجيل ده اتولد في الزمن بتاعنا ده، يا ترى كان مصيره هيبقى فين؟ تعالوا نحلم شوية ونشوف العالم كان هيعمل إيه لو شاف النسخة الحقيقية من الجيل الذهبي المصري. عصام الحضري، الأسطورة اللي كسرت قوانين الزمن، الحارس اللي بدأ صغير وكبر وكبر لحد ما بقى أكبر من اللعبة نفسها. كل تصدية ليه كانت رسالة إن الرجولة مش سن، وإن الإصرار مش موهبة، دي نار جواك. كان بيزعق لمدافعينه كأنه قائد جيش، وبيتصدى للكرات كأنها آخر فرصة في حياته. ده مش مجرد حارس، ده روح مصر كلها متجسدة في شخص واحد. فأكيد النادي اللي يناسب الحضري هو بايرن ميونخ، نادي بيعتمد على المقاتلين اللي عمرهم ما بيخافوا من أي معركة. وائل جمعة، المدافع اللي الخصم بيخاف يبصله في عينه، مفيش مهاجم عدى منه بسهولة ولا نجم أفريقي قدر يسيطر عليه. جمعة كان أشبه بالظل، لو فكرت تهرب منه تلاقيه سبقك. قوته مش بس في جسمه، لكن في ذكائه وفي إحساسه بالكورة قبل ما تتحرك. كان بيعيش على فكرة أنا آخر حد بينك وبين المرمى ومش هتعدي. أكيد النادي اللي يناسبه هو أتلتيكو مدريد، اللي دايماً بيحب المدافعين اللي عندهم شخصية القائد مش مجرد مدافع. أحمد حسن قائد بالفطرة، لو دخل الملعب الكل يسمع صوته والكل ياخد طاقته. بيجري كأنه عمره 20 وبيقاتل كأنه في معركة حياة أو موت. لما يطيح على الأرض يقوم يجري تاني، ولما يسجل هدف بيشعل الملاعب. ده مش مجرد ليدر، ده مصنع إرادة. أكيد النادي اللي يناسبه هو يوفنتوس، فريق بيمشي على مبدأ واحد، الانضباط يصنع المجد. محمد أبو تريكة، اللاعب اللي ما يتقاسش بالأرقام لكن بالإحساس. كل لمسة ليه كأنها قصيدة قصيرة، كل تمريرة فكرة، وكل هدف بيحمل معنى. عنده قدرة يخلي الملعب كله يسكت وهو بيقرر هيعمل إيه. ما بيصرخش، ما بيستعرضش، لكنه يقتل المنافسين بالهدوء. أكيد النادي اللي يناسبه هو برشلونة، نادي الفن والذكاء والتمرير اللي يخلي الكورة تحب تمشي برجله. حسني عبد ربه ده مش لاعب نص ملعب عادي، ده بركان لابس شورت وكوتشي. تقطع الكرة منه مستحيل. يضغط، يهاجم، يسدد، يقاتل ويصرخ عشان الفريق كله يشتغل. كان بيلعب كأن عنده 100 قلب جوه جسمه. أكيد النادي اللي يناسبه هو ليفربول، اللي دايماً بيعيش على الطاقة والعزيمة والضغط العالي اللي ما يرحمش. عماد متعب، القناص اللي بيظهر في اللحظة اللي الكل فيها بيوقف تنفسه. الكرة تدور في الهواء، متعب يسبق الكل، لمسة واحدة جول. مفيش مدرب يقدر يعلمه التمركز لأنه اتولد وهو حافظ أماكن الكرة. أكيد النادي اللي يناسبه هو مانشستر يونايتد في عهد السير فيرجسون، فريق بيعرف قيمة المهاجم اللي بيخلص من نص فرصة. محمد زيدان، سرعة، مهارة، جنون، ما يخافش من حد، ما يستناش تعليمات، هو نفسه الحدث اللي بيغير شكل الماتش. بيعمل مراوغة تخلي الجمهور ينهض، وبيسجل هدف يخلي المعلق يصرخ. أكيد النادي اللي يناسبه هو مانشستر سيتي، اللي بيحتضن المواهب الحرة وبيحولها لأبطال حقيقيين. أحمد فتحي، الوحش الهادي، ما بيصرخش بس حضوره يرعب أي خصم. يلعب يمين، شمال، نص، مفيش فرق، المهم الفريق ما يقعش. المدرب يعتمد عليه وهو مغمض، لأن فتحي هو اللاعب اللي دايماً جاهز. أكيد النادي اللي يناسبه هو تشيلسي، فريق بيعتمد على المرونة، القوة والانضباط التكتيكي العالي. محمد شوقي، العقل المفكر وسط الفوضى، مش اللاعب اللي يبان كتير لكن وجوده ضروري عشان المنظومة تمشي. يعرف ازاي يقرأ الماتش وازاي يقطع الكورة في اللحظة الصح. هادي، ذكي ومنضبط لدرجة تخليه ما يخطاش. أكيد النادي اللي يناسبه هو أرسنال، نادي بيعشق اللاعب اللي يفكر قبل ما يتحرك. شيكابالا، الموهبة النادرة اللي لو اتولدت في أوروبا كانت الدنيا كلها اتكلمت عنها. رجله الشمال قصة تانية، فيها فن، فيها جنون، فيها موسيقى. شيكا كان ممكن يبقى النسخة المصرية من رونالدينيو لو لقى النظام والبيئة اللي تخرج العباقرة مش اللي تخنقهم.
أكيد النادي اللي يناسبه هو باريس سان جيرمان، اللي بيحب النجوم أصحاب اللمسة السحرية والمهارة الخارقة. هاني سعيد مدافع مختلف، بيستخدم دماغه أكتر من جسمه، يقطع الكرة وهو مبتسم كأنه بيقرأ نيتك قبل ما تتحرك، هادئ واثق ومشاغب في نفس الوقت. أكيد النادي اللي يناسبه هو AC ميلان، مدرسة الدفاع الهادي اللي بتشتغل بالعقل مش بالقوة. سيد معوض الظهير الطائر اللي دايماً طالع بأقصى سرعته، ينطلق يرفع يرجع كأنه جناح مش مدافع، كان بيتحرك بطاقة جمهور بحاله. أكيد النادي اللي يناسبه هو نابولي، اللي بيعشق الأطراف النارية واللعب بروح الجنوب الإيطالي الجامحة. حسام غالي ده مش مجرد لاعب، ده قائد بيتنفس كورة، يتكلم بعقله، يمرر بقلبه ويسيطر بهدوء، ما يحتاجش يصرخ عشان يفرج احترامه، حضوره كفاية. أكيد النادي اللي يناسبه هو أياكس، فريق بيعتمد على الذكاء والانضباط قبل أي شيء، وأسلوبه يعتمد على الاستحواذ الدائم للكورة، وطبعاً حسام غالي أستاذ الاستحواذ والكورة الممتعة. الجيل ده محتاجش أوروبا عشان يكون عظيم، ولا كان محتاج مدرب أجنبي عشان يصنع مجده، عملها بنفسه بروحه بعزيمته وبحب مصر اللي جواه. جيل لو اتولد هناك كان غير التاريخ، بس لأنه اتولد هنا فهو فعلا كتب التاريخ. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة فوراً، واكتب لي في التعليقات لو حابب أعمل جزء تاني عن جيل تاني من أساطير الكورة المصرية. قول لي مين تحب تشوفه المرة الجاية لابس تيشيرت فريق أوروبي. سلام.